اليوم راح أعمل معاكم متبل الأفوكادو. قبل بداية الفيديو الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي. في البداية حضرت المدقة اللي بنستعملها لدقة الثوم. تقشر الثوم أول إشي، قشرت الثوم وبدي أحط عليها فلفل حار. هلا راح أدقهم بهذا الشكل، راح أهرسهم كتير منيح. حطيت عليهم رشة ملح وهلا بدي أهرسهم. وهيك بعد ما هرستهم بدي أنزل الأفوكادو عليهم. نزل الحشوة. طبعا في عندي فيديو في السابق كيف تفتحوا أو كيف تنزلوا ننزع حبة نواة الأفوكادو بطريقة سهلة وطريقة آمنة. في فيديو شورت قصير شوفوا. هلا هيك بعد ما هرستهم مع بعض وتجانسوا المكونات مع بعضهم، هلا بدي أعصر حبة ليمون وراح أضيفها على الخليط. طبعا المتبل الأفوكادو كتير بيحب عصير الليمون، فإضافة الليمون بزيادة على الأفوكادو بعطيله نكهة كتير زاكية. هلا برجع بهرسه كمان مرة مع عصير الليمون. هلا جهزت طبق بدي أقدمه بهذا الصحن وأرتبه بشكل حلو. طبعا نجهز خبز سخن ونجهز كاسة الشاي، إنه أكيد هاي الوصفة بدها الخبز السخن وكاسة الشاي بالنعناع أو بالمرامية زي ما بتحبوا. وطبعا هون أنا ضفت له زيت الزيتون على الوجه. هيك صار جاهز للتقديم. وهلا هاي النتيجة راح أدوقها أنا وأعطيكم رأيي. جربوها، يعطيكم ألف عافية.